قبل ما ابدأ الفيديو لازم تفهم ان الفيلم بيسأل سؤال واضح. لو المكان او المدينة اللي انت منها العيشة فيها صعبة اوي حتى على الحيوان، امال الانسان هيعمل ايه؟ العيال في المنطقة كانت بتقول لي أبوك راح فين؟ طفش. الدنيا مش فاكراك، مش الطيبة مش نافعة، جواك كتير يتقال لكن محدش سامع. الفيلم ده حصل عليه كمية جدال مش طبيعي، ناس تقول حلو وناس تقول وحش وممل. في الفيديو ده هوضح لك الفيلم وافهمك هو كان عايز يقول ايه، وبعدها احكم بنفسك الفيلم حلو ولا لأ. حسن وظيفته في وادي أمن، مع إنه محاط بالخوف والقلق والمشاكل ومفيش أي سبيل للأمان في حياته. فهل هيقدر يحافظ على أمه والكلب بتاعه ويكون مصدر الأمان ليهم، مع إنه مش عارف يوفر الأمان لنفسه حتى أبو حسن في الفيلم مش موجود. أمال فين؟ طفش. طفش من المدينة دي، وكأن ده الحل الوحيد هو إنك تطفش تمشي. طول ما انت جوه المدينة دي هتفضل زي حسن ويمكن أسوأ. طبعا انت عملت سكيب للمشهد ده وحسيته تضييع وقت، بس هو ليه معنى. هو في وسط الدوشة والعبث اللي هو فيه ساب كل ده وركز مع كائن حاله زي حاله بالظبط، صرصار مقلوب على ظهره وبينازع في صمت عشان يحاول يتعدل ويطفش زيه زي حسن بالظبط. يا اما اي حد معدي هيدوس عليه ويخلصه من المعاناة اللي هو حاسس بيها. شايف الصورة دي؟ هتلاقي ان حسن وامه قاعدين في المكان اللي بيقعد فيه الكلب دلوقتي، واللي سايق او بمعنى اصح مسؤول عنهم هو الاب. لكن بعد ما الاب اختفى بقى حسن هو اللي سايق، هو اللي مسؤول عنهم، مسؤول عن امه ومسؤول عن الكلب. يا اما يتحمل المسؤولية يا يطفش زي ما ابوه طفش. بنشوف ام حسن بتحب الكلب قد ايه ومهتمة بيه وبتخاف عليه، كمان بتديله المناب بتاعها. لكن اول ما بيبقى مصدر خطر ليها ولابنها بتقول لحسن يستغنى عنه في ساعتها. وده مش تناقض، بالعكس ده الواقع. لازم حد يمشي عشان الموتوسيكل يفضل ماشي ما يقفش. الاب مشي زمان والكلب يمشي دلوقتي، ما تقلقش، كده كده اللي بيمشي بيرتاح مش بيتأذي. لان لو العكس كان اي حد من اللي مشي يرجع تاني وما كانش مشي من الاول. اللقطة دي لوحة فنية، حسن على اليمين وأسماء على الشمال وبينهم خط فاصل، مسافة عاطفية بيوحي إن في علاقة بينهم، بس في حاجز بيمنع إنهم يكونوا مع بعض. حسن محبوس في قفص نفسه يطلع منه طول الفيلم وبيفشل، لكن أسماء في فضاء مفتوح مش جوه القفص، وده معناه إن هو اللي محتاج منفذ مش هي. علاقة حسن بأسماء كانت منطقية وواقعية جدا. المخ خلاك تفهم انهم كانوا في علاقة حب او مشروع ارتباط قبل كده وفشل لأسباب منطقية انت شايفها طول الفيلم، من غير حتى اي كلام بينهم عن ده. لا، هو بس انفعالات ليهم وكلام بسيط جدا فهمك كل حاجة. شاب الدنيا جاية عليه زي ما انت شايف، وهي شابة غلبانة قاعدة في سكن جامعي مش محتاجة اي حاجة الا واحد يتجوزها ويصرف عليها، فالطبيعي ما يبقوش لبعض. وبعد ما شفنا كل التجارب الفاشلة عشان حسن يلاقي منفذ للكلب بتاعه، بنوصل للحل الوحيد اللي مش الفيلم جاي يقولولك عشان انت مش عارفه، لا، عشان يفكرك بيه بس. الحل الوحيد ان هامبو يطفش، يمشي من كل القبح والظلم اللي في المدينة دي، ويطلع مع واحدة حياتها كويسة لكندا ويعيش هناك زيه زي ابو حسن اللي طفش عشان يلاقي منفذ ليه. وهنا حسن استسلم لأرض الواقع وهون على نفسه بكلمتين ان كده احسن للكلب بتاعه، طبعا لانه مبقاش في حل تاني عشان يحميه. حسن بعد ما تخلى عن الكلب واكتشف ان امه خلاص مشوها من البيت، بيطلع النسخة التانية اللي جواه اللي كان خايف على الكلب بتاعه يوصل ليها زيه، وهي النسخة الانتقامية، النسخة اللي ما عادش مهتم بأي حاجة خالص، وإنه لازم يعمل قساوة المدينة دي كلها بنفس القسوة. وبيطلع ينتقم من كاهن يولع في عربيته وكأنه فعل قانون الغابة من تاني، بعد ما اقتنع إن ما قداموش إلا إنه يمشي، أو إن البقاء للأقوى. يا تمشي وإنت لسه نضيف وتفضل موجود وتعاند لحد ما تنفجر. النار دي بتعبر عن انفجار حسن بعد الكتمان لمدة طويلة من الوحدة والجبن والذل والبحث عن منفذ تاني غير المنفذ اللي كلنا فاهمينه. والفيلم بيخلص بنهاية مفتوحة وواقعية. حسن وأمه بعد ما خسروا كل حاجة قاعدين بيبصوا على المدينة من فوق،
وبتشتغل أغنية شجر الليمون. طب اشمعنى الأغنية دي؟ شجر الليمون دبلان على أرضه. يا بني آدم افهم بقى، هو مين الشجر؟ الشجر هو الشقة اللي حيطانها واقعة ومبهدلة، والموتوسيكل والورشة والعربية اللي ولعت. الليمون هو حسن وأمه والكلب وحتى كاهن وأسماء، وكل دول دبلانين على أرضهم، بلدهم، المدينة اللي عايشين فيها. وكل شيء بينسيق مني، العمر من الأيام والضي من النني. جوايا بندهلك يا ترى بتسمعني؟ فينك؟ فينك دي بيقولها لأبوه زمان، دلوقتي بيقولها لرامبو بعد ما مشي. وخلي بالك، شجر الليمون من النوع اللي حتى لو دبل وأوشك على الموت، لو حد بس سقى شوية مية بيعيش من تاني. وهنا بيقولك إن لسه في جزء بسيط من الأمل ما قفلهاش في وشك، بس مين يسمع بقى؟ جوايا بندهلك يا ترى بتسمعني؟ فينك؟ لو هنحلل شخصية حسن فلازم نقول إن أبوه سابه ومشي بعد ما كان مصدر الأمان الوحيد في حياته، وبالتالي هو بقى شخص وحيد وانطوائي وما عندوش أي ثقة في الناس. وده كان واضح جدا في الفيلم من خلال تعاملاته، وده اللي خلاه يجيب كلب يبقى الصاحب الوحيد ليه، الكلب اللي بياكل البيض الدلع من ايده ومش بيقوله البيض ده دلع ليه. بمعنى أصح، الكلب بيجري بخطوة أكتر من الناس، كلب على طول معاه مش بيسيبه لحظة. بس حتى الكلب بيسيبه ويمشي في نهاية الفيلم، كأن حسن اتكتب عليه يفضل وحيد، وإن كل ما يتعلق بحد يمشي حتى لو كان كلب. وده من أهم الحاجات اللي الفيلم بيعلمها لك، إنك ما تتعلقش بأي شيء زيادة عن اللزوم، لأن مهما كان الشيء ده ونوعه فهو هيسيبك ويمشي في يوم من الأيام. لأن مفيش حاجة بتفضل موجودة على طول، سواء كان أشخاص أو حيوان أو حتى جماد، زي البيت اللي هو اتطرد منه. زائد إن حسن بيمثلنا كلنا، وده اللي خلاك كمشاهد تتعاطف معاه وتفهم معاناته بس من ملامح وشه، لأنه شاب بيعاني زيه زيك حتى لو معاناته من نوع مختلف. وده اللي خلاك تتعلق بالشخصية جدا، زي الناس اللي اتعلقت بشخصية ترافيس في فيلم تاكسي درايفر. وزي ما قلتلك إن الفيلم بيسأل سؤال مهم، لو المكان أو المدينة اللي انت منها العيشة فيها صعبة قوي حتى على الحيوان، أمال الإنسان هيعمل ايه؟ الفيلم جاوبك، اطفش. أنا كده خلصت. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة وقول لي في الكومنتات بعد ما شفت الفيديو، الفيلم عجبك ولا لسه مقتنع انه فيلم وحش وممل؟ سلام.